اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. النهارده معانا واحده من ابشع واصعب القضايا اللي سمعنا عنها مؤخرا، قضيه هزت الراي العام في مصر، قضيه غرفه الرعب داخل مدرسه دوليه في مدينه السلام. البدايه كانت ببلاغ واحد، راحت تبلغ ان ابنها اتعرض لاعتداء داخل المدرسه من احد العاملين، لكن الصدمه ان اول ما البلاغ اتقدم بدا اولياء امور تانيين يتقدموا ببلاغات مشابهه، وفي خلال ساعات اتضح ان الموضوع مش حاله واحده لكن سلسله اعتداءات استمرت شهور. ومحامي الاطفال المجني عليهم عبد العزيز عز الدين كشف لاول مره مكان الغرفه اللي حصل فيها كل ده، وقال ان الاوضه دي مش داخل مبنى الدراسه خالص لكن موجوده في منطقه بعيده ومخفيه جنب مكان تواجد السواقين وباب خروج الطلاب بتوع الباصات. الغرفه عباره عن اوضه صغيره جوه اوضه اكبر ومتقفله بسور وسلك حديد يمنع اي حد يشوف اللي بيحصل جوه، وده اللي خلى استدراج الاطفال سهل بدون ما حد يلاحظ. والنيابه حققت مع 4 من العاملين في المدرسه، سائق و3 عمال، والاهالي قالوا ان الاعتداءات كانت عباره عن تهديدات وتحرش وملامسات جسديه داخل الغرفه دي، وان ده حصل مع بنات واولاد في اوقات مختلفه وعلى مدار سنه كامله. واثناء التحقيق وكيل النيابه بدا يتكلم مع طفل من الضحايا بحنيه وساله نفسك تطلع ايه؟ فالطفل رد قدام الكل نفسي اطلع ضابط علشان اقبض على المجرمين. بعدها النيابه عرضت على الطفل مجموعه من الاشخاص، وفور ما شاف العامل اللي اتهمه برق له بعينه لدرجه ان امه صرخت من الصدمه، والطفل انهار في البكاء والصراخ. والمفاجاه الاكبر لما النيابه سالت المتهم عن موبايله، ولما رئيس النيابه فتح الجهاز ما لقاش صور، لقى عمليات بحث خطيره جدا زي كيفيه التلذذ بطفل وكيفيه التعامل مع طفل، وده كان دليل رقمي يزود قوه القضيه. والمدرسه حاولت تدافع عن الموظفين وبعتت محامي كبير لتولي القضيه، لكن بمجرد ما دخل النيابه وقابل احد الاطفال، الام قالت له اللي اتعمل في عيالنا يترد في اهلك وفي عيالك. الكلام ده خبط المحامي جامد وفاجئ الجميع بانسحابه من الدفاع فورا. والمحققين استمعوا ل5 اطفال، 3 بنات وولدين واهاليهم، وتم مواجهه كل طفل بالمتهمين وكلهم اتعرفوا عليهم داخل التحقيق. وبعد تقنين الاجراءات الامن قبض على المتهمين ال4 رسميا. وفي النهايه القضيه لسه قيد التحقيق لكن تفاصيلها مرعبه وبتفتح باب مهم جدا، ازاي ما كان المفروض يكون امن للاطفال يتحول لفخ مرعب بعيد عن عين المدرسين والاداره. وقولوا لنا رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في اللي حصل ده وازاي لازم المدارس تتغير علشان ما نسمعش قصص بالشكل ده مره تانية. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم في حلقه جديده من قناتكم ترندات وبس. سلام.